هنعمل مع بعض النهاردة وصفة حلوة قوي وسهلة وبسيطة وكويسة جدا. هنعملها بأقل من ربع كيلو من اللحمة المفرومة. طبعا هنضيف عليها حاجات هتخلي معانا الكمية حلوة وكبيرة وكويسة جدا. يلا بينا نبدأ وصفتنا. معانا هنا حلة حطينا فيها زيت على معلقتين من السمنة، ننزل بيهم كده بقطعتين من البصل، يعني بصلتين كده متوسطين، فلفل ألوان، نقلب كل الكلام ده مع بعضه. بابريكا بقى، ننزل ببابريكا، توابل لحمة، بهارات لحمة يعني، ننزل ببصل بودر، توم بودر، ملح وفلفل وشوية من الكمون. نقلب الكلام ده كله وننزل بقى أقل من ربع كيلو لحمة أو زي ما انت حابة، ربع كيلو تمام. قلبناهم كلهم مع بعض ونزلنا معاهم بفنجان من اللبن أو الحليب. معانا هنا بقى الصينية بتاعتنا دهناها كده بالزيت وبالسمنة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ننزل بقى بقطعة من ورق الزبدة. ده هنا رقاق طري من عندي بتاع الكنافة عادي جدا. ينفع برضو بلفة الجلاش أو ينفع بالجلاش العادي الناشف بتاعنا، لكن ده ده اللهم صل على النبي، رقاق طري من عند بتاع الكنافة. خلاص كده نزلنا وغلفنا كده الصينية بالشكل اللي احنا شفناه ده. ننزل بقى بالخليط بتاعنا نسويه كده في النص كده في الصينية. عايزة اقولك يا جماعة الريحة كانت روعة تحفة جدا. سوينا كده الصينية بتاعتنا، ننزل بقى بايه، بحبة من الموتزاريلا. طبعا عندك جبنة رومي حطي، عندك زيتون تمام، مفيش مشكلة المتوفر عندك. غلفناها بقى كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين. اهم حاجة نسوي الصينية. خلاص كده تمام. نجيب بقى قطع من الرقاق الطري اللي معانا علشان بس خاطر الصينية تبقى معانا شكلها حلو. هنجيب بقى السكينة هنا كده تمام. هنقطع الصينية قبل ما نحطها في الفرن، طبعا على درجة حرارة ساخن الفرن مسبقا. نحطها في الرف الأوسط. سوري معلش. وبعد كده بقى نقطعها زي ما احنا شايفين كده مكعبات، مثلثات، زي ما انت حابة. حلو الكلام. بعد كده بقى نجيب كوباية من اللبن، نحط عليها بيضاية، نحط عليها ملح وفلفل أسمر، فلفل أسمر، رشة كده من الفلفل الأسمر، ونحط عليها شوية من الملح. نقلب بقى كل الكلام ده زي مع بعضه كده في الكوباية زي ما احنا شايفين. ننزل بقى بالكلام ده كله على الصينية بالشكل ده. نسقي كل الصينية ونتأكد تماما ان كل الخليط وصل لكل الجلاش. معانا هنا بقى من الجبنة الموتزاريلا على الوش كده، حاجة كده روعة. دي هتخلي الوش معانا حلو كده وجميل، وهتديله لون وشكل كده وحاجة حلوة. نحطها بقى في الفرن لحد ما تبقى بالشكل ده، في الرف الأوسط طبعا يعني عشان بس متحرقش مننا. هنغطيها كده بعد ما طلعت من الفرن عشان ايه، تبقى معانا طرية من جوه وجوسي كده وايه، زي يعني مقرمشة شوية من بره. شايفين بقى الجمال ولا أروع من كده. طبعا عملنا معاها ملوخية، كانت حاجة كده حلوة على قد ايدينا ان شاء الله. وطبعا مكوناتها كلها ان شاء الله تبقى متوفرة في بيوتنا. وبأقل من ربع كيلو لحمة عملنا الجمال ده. حاجة حلوة أوي. كيلو الرواق ده ب27 جنيه من عندي بتاع الكنافة. أتمنى يكون يا رب الفيديو عجبكم، وأتمنى تجربوها وتقولوا رأيكم. وشايفين بقى القمر ده، أتمنى تجربوها إن شاء الله، وتشتركوا في القناة وتقولوا لي رأيكم، وتفعلوا الجرس بقى لو لسه مشتركتيش في القناة. وأشوفكم على خير، والسلام عليكم.